المسجد الأزهر ليس مجرد بناء من حجر وطين، بل هو مشروع سياسي وعلمي ولد مع دخول الفاطميين مصر. ومنهجه الأول كان انعكاسا مباشرا لهوية الدولة التي أنشأته. تأسيس الأزهر والسياق السياسي. عندما دخل جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي مصر سنة 63 و300 هجريا، كانت الخلافة العباسية السنية في بغداد هي الخلافة الرسمية للمسلمين. وكانت الدولة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية ترى نفسها الخلافة الشرعية البديلة. لذلك كان تأسيس القاهرة وجامع الأزهر جزءا من خطة كبيرة لتثبيت المذهب الفاطمي في مصر ونشره. بدأ بناء الجامع سنة 64 و300 هجريا، واكتمل في سنة واحدة. وسمي بالأزهر نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء، وهو اسم له دلالة مذهبية واضحة. بدء التدريس والمنهج الفاطمي. بدأ التدريس الرسمي في الأزهر سنة 65 و300 هجريا في شهر رمضان. ولم يكن الهدف الأول هو تعليم العامة كما نعرفه اليوم. كان الهدف تخريج دعاة وقضاة ينشرون المذهب الإسماعيلي ويدعمون شرعية الدولة الفاطمية. المنهج الذي درس في تلك المرحلة كان مبنيا على 4 أركان أساسية. الركن الأول هو الفقه الإسماعيلي، وهو فقه له كتبه وأصوله المختلفة عن فقه المذاهب السنية ال4. وكان كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعماني هو المرجع الرئيسي في العبادات والمعاملات. الركن الثاني هو التفسير والتأويل الباطني للقرآن الكريم. الفاطميون كانوا يؤمنون بأن للنص القرآني ظاهرا وباطنا، وأن الباطن لا يعرف إلا عن طريق الإمام المعصوم. لذلك كانت دروس التفسير في الأزهر الأول تترك الظاهر وتذهب إلى التأويل الباطني. الركن الثالث هو علوم العقيدة الإسماعيلية، وهذه علوم تتعلق بالإمامة وعصمة الإمام والتسلسل الروحي للأئمة من علي بن أبي طالب حتى الإمام الحاضر. وكانت هذه العلوم تدرس في حلقات خاصة وليست متاحة لكل الناس. الركن الرابع هو العلوم العقلية والفلسفية. الفاطميون كانوا يعنون بالفلسفة اليونانية وعلم الفلك والرياضيات والطب. وأنشأوا دار الحكمة في القاهرة كمركز لهذه العلوم. وكان الأزهر جزءا من هذه المنظومة، فدرست فيه الفلسفة والمنطق وعلم الهيئة كمقدمات لفهم العقيدة. نظام الدراسة والطلبة والمدرسون. النظام التعليمي في الأزهر الفاطمي كان نظام حلقات. الشيخ يجلس وحوله الطلبة ويلقي الدرس شفهيا. لم تكن هناك مناهج مكتوبة بالمعنى الحديث ولا اختبارات نهائية. التقييم كان يعتمد على الحفظ والمناظرة وإجازة الشيخ لطالبه. الطلبة كانوا يأتون من مصر والمغرب والشام واليمن. وكانت الدولة الفاطمية توفر لهم السكن والطعام والراتب الشهري لتفريغهم للعلم. هذا النظام جعل الأزهر جاذبا لطلاب العلم من كل مكان. أما المدرسون فكانوا في غالبهم من قضاة الدولة ودعاتها، مثل القاضي النعماني ومؤيد الدين الشيرازي وغيرهما. وكان التعيين في التدريس يتم بقرار من الخليفة أو الوزير، وليس بالاختيار الشعبي. دور الأزهر في نشر المذهب الفاطمي. الأزهر لم يكن معهدا علميا محايدا في تلك الفترة. كان أداة رسمية لنشر الدعوة الإسماعيلية. الخطبة فيه كانت تقام باسم الخليفة الفاطمي، والمنابر كانت تستعمل لشرح عقيدة الإمامة والطعن في شرعية الخلافة العباسية. ولذلك كان كثير من علماء السنة في مصر يتحفظون على الدراسة فيه في البداية. وكان التعليم السني يحدث في المساجد الأخرى وفي الحلقات الخاصة في البيوت. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الفاطميين أنفقوا بسخاء على العلم والعلماء. المكتبات كانت مملوءة بالكتب، والطلبة كانوا يأخذون مرتبات، والمناظرات العلمية كانت تقام بحضور الخليفة نفسه. نهاية المرحلة الفاطمية وتغيير المنهج. استمر المنهج الإسماعيلي في الأزهر لمدة 200 سنة تقريبا، من سنة 65 و300 هجريا حتى سنة 77 و500 هجريا، وهي السنة التي أسقط فيها صلاح الدين الأيوبي الدولة الفاطمية وأعاد مصر إلى العباسيين.
أول قرار اتخذه صلاح الدين كان إسقاط الخطبة للفاطميين من مساجد مصر، وإعادة الخطبة للخليفة العباسي في بغداد. وثاني قرار كان تغيير منهج التدريس في الأزهر. أغلق صلاح الدين حلقات الدعوة الإسماعيلية، وطرد الدعاة الفاطميين، وعين مدرسين شافعيين سنيين، وجعل المذهب الشافعي هو المذهب الرسمي للتدريس في الأزهر. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة تماما في تاريخ الجامع. ماذا بقي من تلك المرحلة؟ بعد تغيير المنهج، لم يبق من المرحلة الفاطمية إلا البناء نفسه واسم الأزهر. الكتب الإسماعيلية رفعت من المكتبات، والمدرسون تغيروا، والخطبة تغيرت، لكن التأثير المعماري والإداري بقي. نظام الأوقاف، ونظام الأروقة، وفكرة المعهد الجامع الذي يجمع بين العلوم الشرعية والعقلية، كلها أفكار تطورت في العصر الفاطمي واستمرت بعده. الخلاصة التاريخية: إذن، المنهج الذي بدأ به الأزهر كان منهجا شيعيا إسماعيليا خالصا. درس فيه فقه الإسماعيلية، وتفسيرهم الباطني، وعقيدتهم في الإمامة، مع مزيج من الفلسفة والعلوم العقلية. هذه المرحلة استمرت 200 سنة، ثم انتهت مع سقوط الدولة الفاطمية. ومن يومها صار الأزهر مركزا سنيا شافعيا، ثم تعددت فيه المذاهب السنية الأربعة بعد ذلك. وهذه هي الحقيقة التاريخية التي يتجاهلها كثيرون، أن أقدم جامعة في العالم الإسلامي بدأت بمنهج مختلف تماما عن المنهج الذي نعرفه اليوم.